شايفين القرص الجميلة دي؟ تعالى اقول لكم عاملينها ازاي بطريقة اقتصادية وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ولايك واشتراك للفيديو عشان يوصل لكم مني كل جديد. اول حاجة هنعملها كده بكوبايتين من الدقيق او كوبايتين ونص، ومعانا نص كوباية من الزيت وكوباية من المية، ومعايا معلقة كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. وهنقلب كل مقاديرنا الجافة دي كده مع بعض لغاية ما يندمجوا مع بعضيهم. وهبدأ بقى احط عليهم نص كوباية الزيت. انا عاملاها بالزيت بطريقة يعني اقتصادية، اما انتي بقى لو عايزة تعدلي فيها وعايزة تعمليها بالزبدة او بالسمنة وتحطي سمنة على زيت او زبدة على زيت، مفيش اي مشكلة. عايزة تبدلي المية بلبن برضو مفيش اي مشكلة، هتطلع معاكي زي الفل. وطبعا اللبن والسمنة هيدي قيمة كده وتست عالي للعجينة، وهيدي قيمة غذائية كمان. بس احنا عاملين حاجة اقتصادية كده نعملها كده جنب كوباية شاي، كده او كوباية شاي بلبن، او تاكليها بجبنة كده الصبح، بتبقى تحفة وجميلة جدا. اول حاجة حطيت معلقة خل كده على المية بتاعتي. معلقة الخل دي هتعمل معايا ايه؟ اولا ان اي نوع عجين او الكيكات كمان لما بنحط الخل معاهم بيحسن جدا من مستوى العجينة بتاعتنا، يعني زي محسن كده للمعجنات. الخل حطي كده معلقة على كوباية مية، وابدأي اعجني بيها العجينة بتاعتك. ده زي محسن يا بنات للعجينة، وبيفيد العجينة جدا جدا وبيخليها مرتفعة. تاني حاجة البيكنج باودر حلو قوي برضو مع المعجنات، حطيه مع الخميرة. حطيت شوية زيت كده على الوش، ورحت راكنة العجينة بتاعتي لغاية ما اختمرت كده. هي ما عليتش قوي لان انا مش مكتره لها الخميرة. تمام، ما يفضلش انك تكتري الخميرة في الوصفة ديت علشان ما تعلاش منك قوي وتبقى عاملة زي العيش. تمام، احنا هي قريبة جدا من القرص الطرية اللي هي الفلاحي اللي احنا بنعملها، بس احنا عاملينها بطريقة كده بسيطة واقتصادية. تمام، غطيتها كده ترتاح شوية كده. زي ما انتوا شايفين الكوبايتين دقيق ما شاء الله عملوا معايا 13 قرصة او 14 قرصة. هبدأ كده ابططها كده زي ما انتوا شايفين، وهيكون معايا صينية هحط تحتها حتة قماشة كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ احط العجينة بتاعتي بالشكل ده، القرصة قصدي بتاعتي عليها، علشان هنعوز ان هي ترتفع شوية كمان. تمام، هفضل بقى الرصة كلها بالطريقة دي. شايفين المفرش ده كده عليه دايرات كده، تقدري تحطي العجينة بتاعتك وتبدأي تمشي عليه، هيساعدك جدا في حجم العجينة بتاعتك او الدايرة بتاعت القرصة. خلصت بقى كل الكمية بتاعتي، لازم تحطيها كده على قماشة عشان ما تلزقش منك في الصينية، وغطيتها بتاع 10 دقايق كمان. وبدأت ان هنا ارصها في قلب الصينية، وهنسويها في فرن البوتاجاز. انا هقلب لو حسيتي ان القرصة بتاعتك وشها ناشف اقلبيها زي ما انا عملت كده على وشها. خلاص هتقلبيها كده، تخلي اللي تحت فوق علشان خاطر لو حسيتي ان هي ناشفه معاكي. وكمان القرصه من تحت كده بتبقى ناعمه وبتخلي الوش كمان ناعم لو حتى هي ما بتكونش ناشفه معاكي. انا هسويها في فرن البوتاجاز، وبعد ما تاخد لون من تحت المفروض ان انت هتفتحي عليها الشوايه. بس انا شوايه البوتاجاز بتاعتي عملتها معايا وانا بعمل الوصفه ديت، وما كملتش خالص ان هي تعمل معايا القرصة كده يا بنات، ومحمرتش وشها. اضطريت ان انا اقلب القرصة وش وظهر على الصينية علشان خاطر تستوي من القاع من تحت. بس لو معاكي شواية هتطلع وش القرصة حلو احسن من كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، طرية وحلوة وشكلها جميل ازاي. زي ما قلتلك الشواية انتوا ممكن تقولولي طب هي وشها عامل كده عشان خاطر انا حطيتها وش وظهر في الصينية علشان خاطر الشواية بتاعتي كانت بايظة. بس انتي لما تحطيها تحت الشواية هتشوفي نتيجة افضل واحسن من كده. لايك واشتراك للفيديو، احلى بنات في الدنيا.